معانا ده عود افوكاتو، بس طبعا منزل ورقه كله بسبب العطش. الموت الرجعي اشتغل فيه من فوق اهو ونزل على تحت زي السجاره، فمهم جدا نقص الموت الرجعي ده. بس لما نيجي مثلا نقص حاجه زي كده، تعالى قرب لي كده يا محمد، لما يكون عندنا فرع ناشف في شجره ونيجي نقصه ما ينفعش نقصه كده. تمام كده احنا ما عملناش حاجه، الاسمرار ده هيفضل نازل على تحت زي السجاره برضه. طب بص دي كده، دي من على اول الخضار. تمام، القصه دي برضه ما ينفعش، لازما ننزل سنه كده طبعا عن الموت الراجع اللي فوق، ونقص بشطره كده. يعني مهم جدا لو احنا هنقص اي فرع ناشف ننزل تحت شويه، يعني نجيب معاه نص سنتي من الفرع الاخضر المخضر. نسقي طبعا العود وهيخرج نموات جديده من العيون دي. تمام. الافوكاتو برضه يا جدعان ما بيحبش الشمس المباشره، عايز ارض يعني شبه مضلله، او مثلا تزرعه مثلا بين عودين برتقان. تمام، علشان الافوكاتو فاكهه استوائيه طبعا، فما بتستحملش الاجهاد، ما بيستحملش الشمس المباشره، فبيحصل له اجهادات وتلاقي ورقه مريح. ومهم جدا الافوكاتو بيحب الميه، بس مش الميه الزياده، يعني ما بيحبش ارضه تنشف عليه.